في الفيديو اللي فات بالتعريف في القناة قلت ان انا هتكلم عن كلية مش واضحة حقها خالص ومظلومة جدا في سوق العمل، والكل كمان بيخاف منها رغم ان هي مطلوبة جدا ومحدش يقدر يستغنى عنها في سوق العمل خالص، ودراستها حلوة وممتعة ومش وحشة زي ما الناس فاكرة. ومعادنا النهاردة مع كلية تجارة. بس قبل ما نبدأ انا ندى حسن، لو اول مرة تشوفني وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات. وتعالى اقول لكم ملخص سريع ومبسط عن كلية تجارة من الاول خالص كده. ليه اصلا الناس بتبعد عن كلية تجارة؟ لما تقعد تحلل الموضوع من البدايه كده خالص هتكتشف انك انت بيمارس عليك ضغط رهيب جدا جدا من وانت في ثانويه عامه. الضغط ده اسمه انك انت لازم تجيب مجموع كويس. لحد هنا الجمله كويسه، بس ايه بقى اللي بيجي بعد الجمله دي؟ اللي بيجي وراها انك انت لازم تجيب مجموع عالي علشان تخش كليه هندسه او طب او ألسن لو انت ادبي. النوع ده من الضغط بيحسسك انك انت لازم تنفذ شقين المعادله والا مش هتبقى ناجح. لازم اجيب مجموع عالي واخش كليه هندسه او طب او ألسن. ولو انت ما عملتش كده فانت فاشل ومقصر ومش كفايه. غير ان انت بيتهيالك ان الكليات دي علشان الاقبال عليها عالي فهي سخنه وبسمسم وفلوسها كتير وحلوه كده. بيتهيالك ان المهندس بيتخرج ياخد ملايين او الدكتور بيتخرج ياخد ملايين لان مجرد ان هو اسمه مهندس او دكتور. لكن ايه تخيلك لمجرد لما تسمع عن خريج تجاره؟ اللي بيدور في مخيلتك عن واحد كده قاعد في مكتب حواليه ورق كتير كده بيشتغل في وظيفه روتينيه كده عاديه كده. ولان محدش حاول يصلح الصوره دي في نظرك وانت اصلا تايه في بحر الملازم والدروس بتاعه الثانويه عامه فتفكر اصلا تدور ورا الموضوع. خلينا متفقين ان انت في ثانويه عامه طبيعي ما تبقاش عارف انت اصلا عايز ايه، بس انت بتبقى عايز تفرح اللي حواليك وعايز تحسسهم انك انت عملت اللي عليك ونجحت وما قصرتش، وتحسس نفسك كمان انك انت عملت انجاز. طيب اللي حواليك عاوزين ايه؟ اللي حواليك عايزينك تخش الثلاث كليات دول، يا اما طب يا اما هندسه يا اما ألسن. فانت بالنسبه لك ده الانجاز. بسبب الضغط اللي فات ده لو انت ما عملتش كده هتحس نفسك انك انت فاشل وهتجلد نفسك وهتحس انك انت قصرت ومش كفايه. بس انت عمرك ما هتبقى عارف انت اصلا عايز ايه، وانت اصلا مش عارف كل كليه بتعمل ايه وكل مجال اصلا بيتكلم عن ايه، او حتى بتتخرج تشتغل فيها ايه او هي اصلا مفيده في ايه. ولان المهندس والدكتور وخريج ألسن واضح من اساميهم بيتخرجوا بيعملوا ايه، فانت اصلا بتبقى شايف ان الباقي ده مش مفهوم او مبهم، فانت بتروح طبيعي للحاجه اللي انت فاهمها. يعني انت عارف اصلا خريج تجاره بيتخرج يشتغل ايه؟ يعني بالنسبه لك المهندس ده بيتخرج يبني عماره او يرسم لوح. ده اقصى حاجه انت تعرفها عن الهندسه، مع ان الهندسه اعمق من كده بكتير وهنتكلم عنها قدام ان شاء الله. خريج ألسن بيتعلم لغات بيطلع يتكلم باللغه اللي هو اتعلمها. الدكتور طبيعي دكتور. انت عارف اصلا خريج تجاره بيطلع يشتغل ايه؟ فانت طبيعي بديهي بتروح للي انت عارفه او اللي اهلك ضامنينه، بالاضافه للمخاوف بسبب اللي حواليك من دخولها. هديك مثال كده بسيط فرفوش يعني، او هكذا اتمنى يعني. لو انت عايز تشتري مثلا قميص جديد ودخلت محل معين واقتنعت بقميص معين، هيخطر على بالك ازاي ان القميص ده وحش وانت اصلا مش شايف غيره. لكن لو دخلت محلات تانية هتبدأ تقتنع ان قرارك اصلا في شراء القميص ده كان غلط، لانك انت هتشوف حاجات عجبتك اكتر. نفس الكلام في موضوع الكليات. انت بيتهيألك علشان انت عارف من الوش كده الكليات بتعمل ايه، فعدم معرفتك بيه هيألك انك انت مقتنع الحاجة وحاببها. بس انت عشان مش فاهم الباقي، وحتى اصلا الكليات الثلاث كليات دول مش فاهم اصلا هما بيعملوا ايه اصلا بالتحديد كمان، مش هتعرف اصلا قرارك صح ولا غلط غير لما تشوف باقي الحاجات او تفهم الحاجة على بعضها كلها بتعمل ايه. ساعتها وقتها تقرر احسن بكتير من انك انت تفهم بالطريقة الصعبة، انك انت بقى تخش الكلية ورجلك تغرس فيها وتكمل فيها لغاية ما تحس انك انت لا مش عايز الحاجة دي، او انك انت حبيت حاجة تانية وانك انت قضيت مثلا 4 سنين او 5 سنين في كلية انت اصلا مش حاببها. بس احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان الاوان ما فاتش بعد الرغي ده كله، يعني تجارة بجد يجي منها. احب اقولك ان مفيش شركة في العالم ما فيهاش خريج تجارة، لكن على النقيض تماما مش كل الشركات فيها مهندسين ولا ايه؟ يعني على سبيل المثال شركات المقاولات الهندسية فيها خريجين تجارة، زي المحاسبة مثلا مش هتحتاج مسؤول دعاية واعلان مثلا، HR. لكن عمرك شفت في حياتك شركة دعاية واعلان فيها مهندس؟ لا. فكلية تجارة مهمة، مش بقلل من هندسة، بس ده ليه دور وده ليه دور. وفي حاجات زي ما المهندس بس بيعرف يعملها، برضو في حاجات خريج تجارة بس هو اللي يقدر يعملها. ولو كلامي ده مش كفاية يقنعك، انا هجيب لك بالظبط كل وظيفة بتعمل ايه في سوق العمل عشان اقولك هو في ايه وماشي ازاي ولما تتخرج هتعمل ايه بالظبط. وكمان تلاقي اللي نفسك تعمله عن طريق انك انت تفهم المجال ده كويس قوي وتربطه باللي انت درسته. انا هدرس كذا عشان اتخرج اعمل كذا. طيب بالنسبة للمرتبات، انت بيتهيالك ان المهندس ده على قلبه كواب فلوس وان خريج تجارة ده ما بيقبضش تقريبا، يعني فقير مفلس.
هل مرتبات كليه التجاره كويسه وهل في شغل اصلا؟ احب اقولك ان اولا ان الرزق ده بايد ربنا، وانت عليك السعي مبدئيا. وكل كليه خارجه بيختلف الستارت بتاعه عن التاني حسب عدد الخريجين ومدى احتياجهم في سوق العمل. هتقولي طب ما خريجين تجاره بالهبل، طب ما خريجين هندسه برضو بالهبل. طيب هنيجي بقى للنقطه التانية اللي هو مدى احتياجهم في سوق العمل، وهنا هتنطلق نقطه المهارات اللي احنا هنحاول باذن الله ننميها ونعرف ازاي نتعلمها طول ما احنا بنتكلم عن الكليه دي. المهارات اللي بتخليك تواكب التطور الرهيب اللي موجود في سوق العمل زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت. وللاسف الكليه مش بتواكب سوق العمل في التطورات دي، بتديك البيزكس بس. يعني مثلا مفيش كليه هتكلمك ازاي التكنولوجيا قدرت تدخل في كل مجال في حياتنا وغيرت منه وغيرت السيستم كمان اللي الشركات بتشتغل بيه. محدش هيقولك كده. محدش مثلا هيعلمك تشات جي بي تي في الكليه، محدش مثلا هيعلمك سي ار ام تولز او اي ار بي سيستمز، محدش هيعلمك ده. للاسف كل ده بيبقى سيلف ستادي. وكل ما عليت مهاراتك وواكبت سوق العمل في التغيرات بتاعته كل ما هتترقى في السلم الوظيفي، وكل ما باذن الله احتياج سوق العمل ليك هيزيد اكتر واكتر، وكل ما هتبني لنفسك نقطه تقدر تنافس بيها زمايلك في سوق العمل. ونقطه كمان احب اكلمك فيها ان كل الشركات في العالم بتتقسم لاقسام، شركات صغيره وشركات كبيره وشركات كمان بنوصل للشركات الانترناشونال. فطبيعي مرتبات الشركات الصغيرة بتختلف تماما عن مرتبات الشركات الكبيرة. وانت في الاول مش لازم تشتغل في شركة انترناشونال، ممكن تبدأ بشركة صغيرة تتعلم منها مهارات، منها توصل لشركة كبيرة ويعلى بإذن الله مرتبك. واصلا كمان الشركات الكبيرة نادرا ما بتطلب واحد حديث التخرج، فعشان كده انت بتبدأ الاول بشركة صغيرة تطور نفسك فيها، وبعدين بإذن الله تترقى وتوصل لشركات كبيرة. فنقطة المرتبات دي واحدة في جميع المجالات، ملهاش علاقة بالمسميات نهائي. في خريجين تجارة بيقبضوا أعلى من خريجين هندسة بكتير. المقارنة عموما ظلمة ومش منطقية. المرتب وتحديده ليه أبعاد كتير قوي قوي عن المسميات. طيب أخيرا بقى، طالب تجارة بيدرس إيه؟ بيدرس محاسبة، إدارة أعمال، موارد بشرية، دعاية وإعلان، برمجة، رياضة، تأمين، اقتصاد وعلوم سياسية. كل دول ليهم تفريعات، ما تتخضش من المسميات، وهعرفك كل واحدة فيهم بالظبط بتعمل إيه وأسامي الموظف بتاعتها إيه بالظبط، ما تتخضش. من الآخر هنكلمك عن كل اللي فات ده في حلقات على شكل وظايف عشان ما تزهقش مني، وزي ما قلت لك عشان تفهم السوق بالظبط فيه ايه. وقبل ما نقفل الحلقه انا عايزه اقول لك انك انت حلو انك انت تجتهد عشان تجيب مجموع كويس، بس العبره مش في المجموع قد ما انت تتعلم. حلو انك انت عايز تفرح اللي حواليك، بس عايزه انبهك كمان ان مستقبلك هو بايدك لوحدك، ولازم تختار حاجه بتحبها علشان دي اللي هتكمل بيها بقيه حياتك. اللي حواليك عايزينك مبسوط، حاول تقنعهم انك انت هتبقى مبسوط لو انت عملت الحاجه الفلانيه. ادرس اللي انت نفسك تدرسه، هتعرفه منين؟ سيبها على الله، ثم عليا باذن الله وبفيديوهاتي، وانا هحاول اشرح لك باذن الله وابسط لك كل اللي انت محتاج تعرفه. وطبعا اتمنى اكون نقلت لك بشكل سريع قد ايه تجاره مهمه. وفي الحلقه الجايه باذن الله هنبدا في اول وظيفه لخريج كليه تجاره. فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولايك للفيديو لو عجبك وتشير مع صحابك. ولو حابب تسال في اي حاجه اكتب تحت في الكومنتات السؤال وهرد عليك باذن الله. وبس كده، سلام عليكم.